السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله اخواني، اهلا وسهلا. اليوم احنا متواجدين في دار الزين، مدينة العين، مدينة التاريخ، مدينة الآثار، مدينة الجميلة بأهلها، جميلة بأجواءها، جميلة بأرضها، بخضرتها، بنظافتها. وطبعا في الفترة الأخيرة العين صنفت من أجمل المدن وأنظفها وفي السياحة في المراكز الأولى. اليوم احنا تذكرون معاي قبل فترة كان عندنا طول عمركم اللي هو أجمل شتاء في العالم، وكان طبعا كان الافتتاح في إمارة دبي، واليوم اختتام اللي هو أجمل شتاء في العالم بيكون في مدينة العين، وبالتحديد في هذا المكان في قلعة الجاهلي في مدينة العين. يا حياكم الله، يا أهلا وسهلا، زورونا. طبعا في شتانا في الإمارات تجولنا كثيرا مثل ما تشاهدون، يعني من جميع إمارات الدولة، نبداها من دبي، في حتى في مصفوت، الشارقة، الفجيرة. هذا هو أجمل شتاء. رحنا لي وأبو ظبي، وفعاليات عاصمتنا الجميلة ما انتهت إلى هذا الحد، بالعكس ما خلينا مكان. كان شتانا جدا جميل حقيقة، وفرحنا كثيرا واستمتعنا كثيرا صراحة. واليوم احنا عندنا حفل الاختتام او حفل اللي هي نهاية، عليكم السلام كاتب، اللي هو نهاية المشوار، لكن ما ينتهي شتاءنا في الإمارات. شتاءنا مستمر في هذا المكان الجميل حقيقة. واللي ما زار قلعة الجاهلي يزورها، هذا مكان يرمز للتاريخ ما شاء الله. شوف المكان من داخل حقيقة جميلة جميلة جدا ما شاء الله. عندنا زوار من كل بقاع الأرض ما شاء الله تبارك الله. شوف هذه الأشياء الجميلة، شوفوا كيف هذا في أم القوين جميل. فشتانا في الإمارات وأجمل شتاء في العالم ما كان يقتصر على إمارة من إمارات الدولة، بالعكس على جميع إمارات الدولة، وكل إمارة كانت تتميز بطابعها، بأسلوبها، بطريقتها ما شاء الله. أشجار الغاف يا سلام ما شاء الله تبارك الله، حقيقة روعة وجميلة جميلة بمعنى الكلمة. وهذا يا الرابع المسيد التراثي مع القلعة هاي، وهذا المسيد. اي نعم ما شاء الله، كلنا يا اخواني بالطوب. هذا مسجد الجاهلي، الناس تصلي الحمد لله، ما وقفت الصلاة فيه، ما زالت الصلاة قائمة والناس تصلي الحمد لله وتذكر الله. اي نعم ما زال هذا، الله يبارك ما شاء الله. نعم الحمد لله. وهذاك الموضع هناك، وهذا المسجد بيصلي في هذا المكان، وشيء فاخر صراحة من الآخر، من الطين ومن سعف النخيل ومن جذوع النخل. هذا ما شاء الله. الله يبارك. شوف البوابة صغيرة. السلام عليكم جماعة، حياكم الله. هذا بوابة، هاي يصلون ما شاء الله جميل. بس نتمسح وارجع لهم. نعم شو رايكم فيه؟ جميل صح؟ طبعا وصول معالي عبد الله بن طوق وزير الاقتصاد والسياحة. يا مرحبا يا مرحبا. اي نعم كما تشاهدون هذا هو الزوار. السلام كاتب، يا اهلا وسهلا. عليكم السلام، يا مرحبا يا مرحبا. Kasemi Coco is inspired from Zanzibar. Who can apply for the license? Any nationality can apply for Dubai tourist. أشجع الشباب يفتحون الاستراحات في منطقة مسعود، وأي شيء يدعم الاقتصاد والسياحة.
شاف العالم وين؟ ايوه خطيره. يا سلام، انا الحين في حديقة الفجيرة للمغامرات. أجمل شتاء في العالم، شتاؤنا ريادة. درهم إجمالي الإيرادات الفندقية 5 مليون نزيل فندقي في فنادق الدولة، و84% نسبة إشغال فندقي. هذه الأرقام راح تحكي عن نفسها عن السياحة في دولة الإمارات. بالإضافة إلى إنجازات الحملة، قدرنا أن نحن نوصل ل 300 مليون مشاهدة خلال هالست أسابيع، وزادت النسبة ب 85% مقارنة بالسنة اللي فاتت. من الأشياء اللي ركزنا عليها خلال الحملة كان في عدد من الفيديوهات اللي تم إنتاجها ونشرها على منصات التواصل الاجتماعي. كان عندنا إجمالي عدد صناع المحتوى 53، وبالإضافة إلى الأخبار، المقابلات، الإنفوغرافيك، وقدرنا أن نحن إجمالي التفاعل يكون 1.8 مليون. طبعا هاي بس الأرقام خلال الست أسابيع، ونحن إن شاء الله متفائلين أن خلال الأيام اللي جاية والأسابيع اللي جاية هالأرقام بتزيد أكثر. أكثر من 50 صانع محتوى كانوا ويانا في الحملة، ومن ضمن حملة أجمل شتاء نحن قدرنا أن نوصل ل 900 مليون متابع. طبعا حملة أجمل شتاء في العالم كنا كشريك استراتيجي في قمة المليار متابع، وكانت في قمة المليار متابع أكثر من 30,000 مشارك هذه السنة. أسهم هذا الظهور تعزيز الانتشار العالمي، وكنا نحن كصناع المحتوى مرة ثانية نشكرهم، كانوا شركائنا خلال الفترة الحملة اللي نحن رحنا فيها. عندنا الحين حملة أجمل شتاء، الحضور كان فوق 30,000، المتابعين للحضور فاقوا 3.5 مليار. عدد صناع المحتوى بالحملة كانوا 20 صانع محتوى، والفيديوهات الخاصة اللي طلعت بالحملة 20 فيديو. طبيعتها وسياحتها الجميلة بكل لغة مختلفة، بكل ثقافة مختلفة، بكل رياضة مختلفة، بكل سياحة مختلفة. ما قصرتوا، قمتوا بعمل جيد وجبار. الأرقام اليوم تبشر بأرقام جميلة. إن في العام تقريبا الإيرادات الفندقية 1.9 مليار درهم، اليوم 12.5 مليار. بس أنت لازم تقارن السنة عن سنة. وكان في معدل الحملات السابقة بتعادل بين المليار والمليارين، لكن السنة 12 مليار ونص. هذا قطاع كبير، قطاع حيوي، قطاع السياحة قطاع من أهم القطاعات الرئيسية اللي تعتبر في دولة الإمارات. واليوم دولة الإمارات في قيادتها وضعت البنية الأساسية بالبنية تحتية قوية للسياحة على مدار 5 عقود ماضية، في بناء مطارات، طرق، فنادق، منتجعات، مستثمرين. البنية التحتية اللي وجدت اليوم هي سر نجاح اللي اليوم تعطي دولة الإمارات هذه الجمالية استقطاب السياحة الداخلية أولا والخارجية أيضا كذلك. مشكورين. أنا ما قدرت أخلص إلا أشكركم جميعا على هذا المجهود الطيب. مشكورين. شكرا.